السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ مزيانين بخيرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والله إلا تشهينا واحد الكسعة ديال الرفيسة ولا ديال الكسكسو. لحقاش دابا شفت واحد البروق وعجبني. المهم الإخوان، اش غادي نقول لكم؟ ما كرهناش ديك البروق، عرفتي، ولا نسهروا عليه. وهي ديك الجملة اللي كتقال دايما كيف بركان كيف الميريكان. المهم الإخوان ديالنا، كي جاكم منتخب ضد الميريكان، وكي جاتكم مقابلة، وكي جاكم الدراري، كي جاكم وهبي. دابا حاجة واحدة الإخوان، بعد ما فزنا على الأمريكان، دابا خصنا نشدو ديك البروق فرنسا، عرفتو، ولا فلتنا في قطر، ودابا خصنا ضروري نفورو به. المهم الإخوان، غادي نمشيو نشوفو الإعلام شنو كيقول على هاد المقابلة اللي دار المنتخب الوطني المغربي ضد الأمريكان، وفزنا عليها ب3-1. ايوا، اش غادي نقول لكم؟ المغرب ضد امريكا لاقل من 20 سنه في ربع كاس العالم، لان ما وصل اليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوه منتخب امريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء، لذلك اتوقع فوز منتخب امريكا على المغرب. نتمنى منتخب الولايات المتحده يمشي الى الدور النصف النهائي، نتمنى يمشي للنهايه، ربما يقابل الارجنتين. اليوم راح نشوفوا خساره المنتخب المغربي. افضليه من جهه امريكا. منتخب الولايات المتحده يعني تنظيم محكم، يعرف في الكره جيدا، وشفنا كيفاش. Ouais, sacré match. C'est comme je dis d'habitude, c'est un collectif. C'est pas des individualités qu'on a. Et franchement, moi, pour ma part, individuellement, ils m'ont bloqué. Mais après, alhamdoulilah, comme les autres, ils ont pu se démarquer. Et à la fin, ils m'ont un peu oublié. Quand je passe à droite, comme ça, alhamdoulilah, j'ai marqué. Et ça fait énormément plaisir. C'est des émotions qu'on vit. Jamais on les vivra, à part avec le maillot. Parce que quand on joue pour la nation, c'est des choses qu'on peut pas oublier, en fait. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Noi l'abbiamo affrontata molto bene. Il primo tempo abbiamo trovato poco على امريكا المنتخب المغربي يلعب كره نقيه، شيء مدهش، واش يخدموا. يستاهلوا المرور لنصف نهائي كاس العالم لاقل من 20 سنه. من احترام ماروك، احنا سنوات نحلوا نقولوا الحلزونه. الزبون الامريكاني ركب الحلزونه وفلق على المطار هو كمان. يا جدعان، لا حول ولا قوه الا بالله. حبيبي دلوقتي بتقول حبيبي يا جمعه، واكثر حد قاطع فيا جمعه مدرب الفرقه الامريكانيه. عامل ايه يا جمعه؟ طالع قبل اللقاء تقول نذكرهم والعالم اننا هزمناهم برباعيه استعداديه وديه قبل المونديال. يا جمعه بتقول أمريكا شيكا بيكا، المغرب جاب عليك وطيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ادعمنا بلايك ضرب. المغرب رجال بيلعبوا ضد أقوى منتخب في كأس العالم. أمريكا ده أقوى منتخب، بس أمريكا بقى بيلعبوا مين النهاردة؟ بيلعبوا العفاريت، بيلعبوا الجبابرة، بيلعبوا اللي بيرمي بيصيب. المغرب ما شاء الله. متابعة مستمرة لبطولة كأس العالم لمنتخبات الشباب لأقل من 20 سنة. ماذا قال إعلام فرنسا وكيف يرى مواجهة المنتخب المغربي في دور نصف النهائي؟ هنبدأ مع حضراتكم نتابع. فاصل، ماني قادر امر على الخبر كذا بدون كابتن يوسف الغدير. وش اللي قاعد يصير في المغرب؟ حتى منتخب الشباب ما شاء الله يعني. والله يمكن دور الاحتراف ابو بدر، دور الاحتراف من اعمار صغيره. ارسال اللاعب انه يلعب درجه رابعه في الدوريات الاوروبيه، انا اعتقد هذا هو الاساس، ليس فقط في داخل المغرب، هذا اساس اللاعب المغربي. خلينا نقول 50-50. كيف؟ خلينا نقول 50% بسبب الاحتراف الخارجي، و50% بسبب استكشاف المواهب الداخليه. ممكن هذا بعد جانب زين. طيب احنا واحده منهم، احنا ماشيين فيها يا اخوي، احنا واحده. والله يا يعني المنتخب السعودي للشباب، اسبانيا والبرازيل والمكسيك. مبروك المغرب، مبروك. هذا الانجاز ولا بلاش؟ والله ندمان، ما عندي استديو، بس اوعدكم المباراه الجايه استديو، اوعدكم ان شاء الله. تارق بين اللاعبين من اصول مغربيه، طبعا مع بلدهم الاصلي المغرب، فما خدمه كبيره قاعده تخدم لنا الجامعه الملكيه المغربيه، حكينا عليها في عديد المناسبات. بور اون فوا الوسيده ما غلبتش الوليده.
في لا اليوم نحكي برشا نحكي عموما. سوبريور طب مثلا. بالنسبه للمغرب كبار الحقيقه معناتها انا شوف منتخب متاهل الى نصف نهائي كاس العالم ما عادش تحكي ما عليه. نجم يكون الا واجهه معناتها مغريه لكل اللاعبين، خسرتوا الشبان اللي باش ينضموا اول مره معناتها وفي للتشكيل، نظموا كاس العالم. وظف لهم تنظيم كاس العالم كما قال عبد الستار، وظف لهم انه العمل اللي تخدم به الجامعه المغربيه الملكيه المغربيه في الاطار هذا في استقطاب مواهبها اللي موجودين ابناء الجاليه المغربيه في المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية، الأولى في قطر، الفريق الأول والثاني اليوم عن طريق الأشبال، الفريق الثاني الأشبال تحت سن 20 عام بفوزه على المهم الاخوان كيف بركان كيف الميريكان، الله يجيب الصحة والسلامة، والله يرزق عند الدراري، والله يسهل عليهم باش نشدوا هذا البروق هذا اللي فلتنا في قطر وما تلاقيناش معاه في الاولمبياد، وبغينا دابا نشدوه. فوقاش غادي نكسكسو عليه، فوقاش غادي نديروا عليه الرفيسه، نديروا عليه الرفيسه العاميه، ود كتشوف ود ما كتشوفش كلشي. المهم الاخوان ديالنا اش بالكم بالاعلام؟ ديونا الراي ديالكم. الا بلاش الراي يا صاحبي، الاعلام بيدو راي. علاش راي؟ لانه كنشوفوا ديال الجزائر دار قيلوله صباح صباح قيتوله، ندمتهم المغرب علاش قالوا الامريكان غادي تفوز، عاد كيرشحوا كيهلكوه. المهم الاخوان ديالنا حتى من الاعلام ديال السعوديه كيقول المنتخب ديال المغرب خصنا نكونوا بحاه. مشاو اش داروا؟ من بعد قطر بداو كيشريو اللاعبين، شراو ديال اوروبا جلسوا ديال بلادهم، لعبوا ديال اوروبا، خسروا الدوريات ديال الابطال اسيا وما داروا والو. دابا باقيين حا كيقولوا خصهم يكون عندهم منتخب حتى هما بحال ديال المغرب. المهم الاخوان ديالنا السعوديين ان شاء الله بحول الله ملي نشدوا الفروج غادي نعرضوا عليكم حتى الاشقاء الجزائريين، غنعطيوهم ديك الحاجه الواعره في بالروق، هما ديك البيضات اللي كيكونوا عنده لداخل. المهم اخوان نتمنى يعجبكم الفيديو، السلام عليكم.